اخواتنا وحبايبنا وحشتونا جدا جدا جدا. الاهلي والهلال 1-0. تألق امام، تألق طاهر محمد طاهر راجع من الاصابه. بصوا كلمتين، اللي علمكم الاصول ما كانش فايق، ده كان مسطول والله. قلنا قد ما قلنا للجماعه بتوع الهلال قبل الماتش، اهدوا روقوا بالراحه شويه شويه، طب بس اكسبوا. مفيش فايده، الدرس بيديهولك الاهلي كل مره وهيديهولك كل مره، وكل مره الاهلي هيعلم عليك وهياخدك ذهاب وعوده وهياخدك على وشك، وهتيجي مصر تاخد على وشك في الكوره ونروح عندك تديك على وشك في الكوره، وبرضه مفيش فايده، ما بتتعلموش. وفي الاخر روحتوا فين بقى الصحافه والاعلام والجماعه الصحفيين والشحن والكلام ده كله؟ اتغلبت هنا اتغلبت هناك وروحت، والاهلي علم عليك كالعاده. كل مره قلنا ما تبالغش، كل مره قلنا راهن على النادي الاهلي وراهن على لعيبه النادي الاهلي. الاداء ما كانش احسن حاجه، ما كانش احسن حاجه. ما حدش بيلعب على النجيل الصناعي حاليا الا الجماعه دول، ما حدش بيلعب على النجيل الصناعي الا الجماعه دول. بس يفضل الاهلي هو الاهلي بلاعيبته بجمهوره بالماتشات المهمه تقدر تراهن عليه. خليل البلوشي يا رب تتحقق نبوءه التاسعه زي الراجل، كلمه التاسعه يا اهلي والله. في ماتش النجم الساحلي 1-0 هنا في القاهره، الكلمه بترن في ودنا النهارده. ان شاء الله يا رب يكون الثالثه عشر بتوقيت الاهلي برضه بنفس المقياس، وان شاء الله يكون فيها الخير. وكل مره تتعود وتتعلم راهن على فرقه النادي الاهلي. بس في 2 لعيبه او 3 لعيبه امبارح بصراحه لازم نشيد لهم. انا كنت استغربت من تبديل الطاهر، بس اللي عمله طاهر والتحول الرهيب الهجوم اللي عمله طاهر وتاثيره على اداء الفرقه بعد راجل غايب بقاله فتره طويله جدا، والراجل يجي يلعب 40 دقيقه يصنع الهدف ويصنع 3 فرص تانيين ويعمل اداء ده. تعرف المدرب ليه راهن على طاهر؟ تعرف يعني ايه لاعب رجوله؟ طاهر راجع يكمل حكاياته اللي كانت موجوده قبل الاصابه، حكايته مع الاهلي وحكايته مع المنتخب. طاهر شكله ناوي يكمل حكاياته اللي بدأها الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي ومع المنتخب. تحية والله إمام عاشور، شكرا اللي جاب صفقة إمام عاشور. اختلفنا مع اللاعب على إمكانياته الذهنية، إنما إمكانياته الكروية وإمكانياته الفنية لاعب من طراز عالمي. شكرا اللي جاب إمام عاشور، شكرا اللي جاب أشرف بن شرقي، شكرا لكل حد شارك وساهم إنه يبني الفرقة دي في النادي الأهلي. لسه عندنا تحفظات على المدرب، انا بقول اهو في عز ما احنا كسبانين وفي عز ما احنا صاعدين وفي عز الدنيا حلوه، انا عندي تحفظات على المدرب. الشناوي شكرا الشناوي تسلم، هو ده الشناوي اللي احنا عارفينه. مروان عطيه الاداء المنتظر دايما وفي كل وقت، اشرف بن شرقي، امام عاشور، طاهر محمد طاهر. بس الشناوي عموما اللي كان جينا علينا فتره واحنا كنا انتقدنا الشناوي بعنف، فاحنا النهارده بنشكر الشناوي على الاداء بتاع امبارح وهتصديه لاكتر من فرصه بالشكل ده. سمعنا كلام ان رامي ربيعه في وسيط عرضه على نادي الزمالك ويتكلم مع ميدو. طب رامي عايز يقعد، طب ميدو طب يقعد. يا جماعه اللي عايز يمشي يمشي، الباب يفوت جمل. نادي الاهلي بابه يفوت جمل، اللي عايز يمشي يتفضل يمشي. احنا ما حدش هيعمل فينا زي اللي في انديه ثانيه وطول السنه بتفاوض مع نادي الزمالك عشان تضغط عليا. لا يا حبيبي، مع السلامه مع السلامه، انت وغيرك وغيرك وغيرك. النادي الاهلي عملكم وهيعمل غيركم، هيعمل لاكبر منكم وهيعمل لاحسن منكم. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، واحنا بنشتري النادي الاهلي وبنشجع النادي الاهلي، ما بنشجعش لعيبه. صفقه الكبيره اللي عامله ضجه كالعاده والسوشيال ميديا والاعلام في مصر، الاعلام الرياضي ما روش غير موضوع زيزو. انا بصراحه والله اللاعب صعبان عليا، يعني الضغط النفسي والعصبي اللي فيه زيزو ما يتحملوش حد. الراجل طبيعه الحال هو الجامد فريق الزمالك بره المباراه بتاعت النهارده مش هيلعب زيزو. الضغط الاعلامي ناس كتير جدا بتاكد ان زيزو وقع، وطالع امبارح ناس في الاعلام بتقول لك زيزو محطوط عليه شرط جزائي كبير جدا. يعني زيزو بنسبه 100% خلاص الراجل في الاهلي بنسبه كبيره جدا. الموضوع في الزمالك مش احسن ما يرام، الوضع في الزمالك مش احسن ما يرام برضه، عشان ما ننساش ان بيراميدز امبارح اتغلب 2-0 من الجيش الملكي هناك بعد المعامله السيئه من كلا الجانبين هنا وهناك، من بيراميدز ومن الجيش الملكي، وصعد بيراميدز. كالعادة 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 لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. احنا هنقع، وقعنا مع صن داونز. وقعنا مع صن داونز، مش عارف، ما احنا مكتوب علينا هلال صن داونز. الفرقة دي موجودة معانا لو هنعمل ايه. بس انا بتفائل كل بطولة بنقابل فيها صن داونز في مباراة اقصائية بنطلع صن داونز وبناخد البطولة في الاخر. ده على مدار التاريخ يعني حاجة تاريخية موجودة معانا كده. الحاجة الأخيرة اللي موجودة معانا كانت الفضيحة بتاعت خسارة ريال مدريد امبارح من الأرسنال.
اللي مش عارفين نتكلم نقول فيها ايه. ريال مدريد بيخسر 3-0 في الاميريتس ستاديوم على ملعب الارسنال. مباراه العوده هتكون في مدريد. للاسف 3-0 نتيجه كبيره جدا في حق ريال مدريد، بس ريال مدريد خط دفاعه مفيش، وطرد كامافينجا مش عارف يعملوا المباراه الجايه. دي اهم كلمتين كانوا على مباراه امبارح. في اخبار كتير اللي هتكون معانا في الفيديو الجاي ان شاء الله. اخواتنا وحبايبنا ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل باكبر عدد من الناس. والسلام عليكم. سلام.